خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بيقارن للأسف بين 6 أكتوبر العظيم وبين 7 أكتوبر اللي هم عملوه، هدموا غزة وقتلوا ما يقرب من 40 ألف على يد الإسرائيليين حينما فعلوا ما فعلوه. ولكن هو يعتبر أن ذلك انتصار لأنه خرج من تحت، أو خرجوا أصدقائه وأصحابه من تحت الأنفاق سالمين. هذا يعني لا يمكن أن يقارن بحرب أكتوبر العظيمة اللي كانت بين جيشين، وأن الجيش المصري انتصر بشرف لم يحتجز الشعب رهينة للحرب، ولكن كان الشعب يعيش حياته عادية، وكان الجيش يحارب على الجبهة بكل شرف وبكل عزة وحقق الانتصار العظيم. فما فيش داعي ان هو للاسف ان هو عمل الكلام دوت، قال الكلام ده على ارض مصر. وانا بقول له يعني ان دوت مرفوض، ويعني اللي حصل في الشعب الفلسطيني ده انت واصدقائك سبب من اسبابه. وعلى الاقل كنت حضرتك يعني جيت من قطر اللي انت قاعد فيها من 2012 ولا يمكن قبل كده، في عز ورغد وكل حاجة، كنت جيت رحت غزة قعدت معاهم بقى عشان تشوف الانتصار اللي انتوا عملتوه اللي انتوا خططتوه له، وان انتوا خطفتوا ناس برضو مدنيين. مش هنقول الاسرائيليين عشان تقولوا ان هم كلهم جيش، ما في ناس من جنسيات اخرى برضو، ما تنساش.